من الأوقات الحلوة اللي الواحد بيمر بيها لما بيكون في مكان زي أبو سمبل، لما بيخلص شرح وبيدي للجسل معاه فري تايم. القصة يعني بتبقى الواحد بيبدأ يخرج من إطار إن هو بيشرح اللي اتعلمه أو بيشرح اللي قراه واجتهد فيه، بيروح لمرحلة إن هو بيتعامل بشكل شخصي مع الأثر. آه، يعني أثر زي أبو سمبل بالجمال اللي ظاهر ورايا دوت والإتقان في الشغل، وإنه الناس مش مجرد بتعمل فن، دي بتعمل شيء بحب. قادر اتخيل وانا شايف هنا الناس اللي كانت بتشتغل، قادر احس بالراجل اللي معاه كان شاكوش ومعاه زميل بيهذب الحجاره، واحد تاني بينقش عشان مكان النقش هيعمل حفر بشكل النقش اللي نقشه علشان الكتابه توصل وتبان، واحد تاني بيدي تفاصيل صغيره قوي عشان يفرق بين اشكال الناس اللي واقفين، بين نفرتاري وبين حضور وبين رمسيس، ويدي كل واحد طابع مميز وشكل مميز الكتابه المكتوبه. ف بيبقى غريب قوي لما واحد يجي يقول بعد كده انه ما اتعملتش بحب، دي اتعملت بسخره. السخره ممكن تبني سور، السخره ممكن تبني برج، السخره ممكن تعمل اي حاجه ما فيهاش جمال، حاجه مجرد كده انفراستراكشر عشان الحياه تمشي، لكن شكل فيه جمال مفيش سخره ممكن تعمله. الشيء الوحيد اللي يمكن يعمل الجمال اللي احنا كنا عنده ده هو ايمان عميق بفكرتين: ايمان عميق بفكره انه الامور لازم تتعمل بشكل متقن، وايمان عميق انه في شكل من اشكال الحياه الاخرى، والحياه دي بدايتها مش بالاخر بدايتها بتكون بعد كده، بدايتها مش بتكون في الاخر، لكن بدايتها بتكون من دلوقتي.